في الأيام الأخيرة نايضة واحد الضجة كبيرة عند المصريين في وسائل التواصل الاجتماعي على المغرب، فين كاين واحد الحملة واسعة د الإشاعات بأن المغرب تحالف عسكريا مع إثيوبيا ضد مصر وعلى حساب مصر. لكن واش هاد الشي صحيح؟ سبب هاد الحملة والقلق الكبير عند المصريين هي الزيارة الرسمية اللي قام بها رئيس الأركان العامة للجيش الإثيوبي للمغرب، واللقاء ديالو بكبار المسؤولين العسكريين في الجيش المغربي. اللي خاص تعرفوا هو أن مصر كتعيش خطر كيهددها وجوديا حاليا بسبب فعل دارته إثيوبيا. لهذا الشيء أي حاجة متعلقة بأديس أبابا كتخلي المصريين محسوسين منها. العداء بين البلدين صبح معروف كل ربوع العالم. إثيوبيا سنين وهي كتبني في سد النهضة العملاق على مصب نهر النيل، وهو سد كل الدراسات اللي دارت كتقول بأنه غيتسبب في نقص كبير في حصص مصر والسودان من المياه اللي كتدفق عبر نهر النيل. وكانت في كل مرة إثيوبيا كتعلن على مرحلة ملء جديدة الخطر كيزيد يقرب من مصر، وعداء المصريين لإثيوبيا كيزيد يكبر. ومع عملية الملء حاليا وصلت للمرحلة الخامسة، درجة التوتر بين البلدين وصلت لتهديدات بالحرب العسكرية المباشرة، كما أن الإعلام كيضغط على السيسي والنظام المصري باش يدير شي حركة. فمثلا الجزيرة نشرت تقرير مستفز وكيحط ضغوط كبيرة على النظام المصري، عنوناته بالملء الخامس لسد النهضة إثيوبيا تنفرد بالنيل، وبأن مصر ما عندهاش ظهير، أي ما عندهاش شكون تعول عليه ويكون في ظهرها، والمعنى هنا على السيسي طبعا. الخلاصة من هذه القصة أن المصريين نظاما وشعبا متوترين بزاف من قضية إثيوبيا وواخدين الأمور بحساسية كبيرة. لهذا السبب مع زيارة المارشال الإثيوبي برهانو غولا للمغرب تفرقعت وسائل التواصل الاجتماعي عندهم في مصر، وكثرت التأويلات والإشاعات حول تحالف عسكري مفترض بين المغرب وإثيوبيا، والمستهدفة هي دولة مصر. نقطة أخرى في هذه المسألة وهي أن إثيوبيا قاب قوسين من دخول حرب حدودية مع الصومال بسبب اعتراف الإثيوبيين بما يسمى جمهورية سوماليلاند أو أرض الصومال، وهنا بعيد على مصر. واش في نظركم المغرب غيتحالف مع إثيوبيا عسكريا في حربها مع الصومال، خصوصا وأن الصومال أحد أقرب أصدقائنا داخل إفريقيا وكتعترف بمغربية الصحراء، زائد عندها قنصلية في صحرائنا؟ بل الأكثر والأخطر من ذلك سبب التوتر الكبير بيناتهم هو أن الإثيوبيين كيدعمون الانفصال داخل السودان، والمغرب ما عمره أبدا دعم شي حركة انفصالية وما عمره كان مع الانفصال، خصوصا وأننا كنعانيو منه وسبق لنا عانينا منه مع انفصال موريتانيا واقتطاع عدة أراضي بسبب الاستعمار. تاريخيا هي تابعة لنا، لكن مع ذلك نمشيو مع هذا الجدل وغنتكلموا على كل جوانب هذه القضية وغنفصلوا مزيان في الحملة المصرية وكذلك التوتر القائم عند المصريين. واش هذه الحملة مدفوعة من شي جهة معينة، وغنحاولوا نعرفوا واش فعلا المغرب كيتوجه للتحالف العسكري مع إثيوبيا ضد مصر السيسي وضد الصومال، أو لا توجه المغرب عنده علاقة بمحاولة كسر الثالوث الإفريقي الداعم للبوليزاريو، أو لا هذا التقارب أصلا هو فقط استهداف من السوق الشرق إفريقي اقتصاديا. وأخيرا شكون عنده المصلحة في حرب إعلامية بين مصر والمغرب؟ غنجاوبوا على كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى، وغنقدموا بزاف د المعلومات والمعطيات اللي ممكن تسمعهم لأول مرة. لهذا الشيء خليكم متبعين معنا مزيان. معكم خوكم محمد سليم. لو أمكن اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات، دعمونا قدر الإمكان كيف ديما، وعلى بركة الله نكملوا الموضوع. إذا كيف قلنا هاد الأيام عدد هائل من الصفحات المصرية والمواقع الصحفية في مصر شانين حملة على المغرب بسبب ما سموه تحالف عسكري بين المغرب وإثيوبيا ضد مصر، وبأن المغرب داير مؤامرة عليهم وطعنهم في الظهر، والأكيد أن المغاربة ما سكتوش ليهم، والقضية ولات كلها تشاحنات بين الطرفين وشي كيضرب في شي. وهنا السؤال، واش فعلا المغرب فضل تحالف مع إثيوبيا على حساب مصر والصومال؟ باش نجاوبوا بشكل منطقي على هذا السؤال خاص نشوفوا علاقتنا الأول مع كل بلد منهم ومصالحنا مع كل بلد فيهم. أولا إثيوبيا دائما كنا في عداء معاهم، ويلا في 2016 فين بدينا كنحاولوا نقربوا لها اقتصاديا ونديروا اختراق شيئا ما، حيث هذا البلد لمدة طويلة كان حليف كبير للجزائر وداعم قوي للبوليزاريو الانفصالية داخل ردهات الاتحاد الإفريقي ومعترف بها. بينما في الطرف الآخر الصومال هي أحد حلفائنا داخل إفريقيا وأكبر الداعمين لمغربية الصحراء، وكتمتلك قنصلية لها بالصحراء المغربية، كما أن الصومال عندها اتفاق عسكري مع المغرب وسنويا كيقدم لها مساعدة عسكرية، وحتى من كبار ضباطها كيتلقاو تكوين في المملكة. وسابقا كان المغرب ارسل جريدة مغربية بقوام 1500 جندي لها. بمعنى في ظل التوتر العسكري بين الطرفين وفي ظل دعم إثيوبيا الانفصال داخل الصومال،
مستحيل بل من سابع المستحيلات يتحالف المغرب مع إثيوبيا أو يساندها على حساب الصومال. وهنا لو غنتكلموا على المصالح الخاصة بنا فقط فأكيد غنرجحوا كفة الصومال على كفة إثيوبيا. أما فيما يخص مصر فسابقا كانت علاقتنا معها مدبدبة، خصوصا وأنها كنظام اشتراكي سابق فضلت توقف بجانب الجزائر على حساب المغرب بعدة فترات عسكرية من صراعنا مع الجارة العسكرية خصوصا في حرب الرمال. لكن هاد الأمور من الماضي وتم طيها. مؤخرا بدأت علاقة المغرب ومصر كتشهد تغيرات كبيرة. حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 700 مليون دولار السنة الماضية، وهذا الشيء اللي كيخلي مصر أكبر شريك تجاري للمغرب داخل إفريقيا. وحتى من الشركات المغربية كتواجد بكثرة بالسوق المصرية، على رأسها بنك التجاري وفا بنك OCP وسوماجيك. والعكس كذلك صحيح، شركات مصرية كبيرة كتواجد في المغرب بحال إيديتا للصناعة الغذائية والمقاولون العرب وأوراسكوم، بمعنى أن العلاقات الاقتصادية في قمتها. ومع ذلك هذه العلاقة غادية وكتعمق استخباراتيا وسياسيا كذلك. ربما أكثر ملف فيه تنسيق بين البلدين حاليا هو الملف الليبي. كاين تنسيق كبير ولدرجة كبيرة، وهذه المسألة شكلت مشكل كبير للجزائر لدرجة خلاها سنة 2022 تخلق مشكل دبلوماسي كبير مع مصر. الجزائر يومها كانت شافت بأنها غتخسر مصالحها داخل ليبيا اللي هي دولة حدودية معها بسبب تنسيق مصر والمغرب والإمارات، ومن ناحية أخرى كانت عارفة بأن المغرب كيحاول يخترق إثيوبيا اقتصاديا عن طريق مصنع الفوسفات الموعود. ولهذا الشيء حاولت على الأقل تحافظ على الاعتراف الإثيوبي بمرتزقة البوليزاريو، وأعلنت مساندة حق إثيوبيا في بناء سد النهضة. تصوروا معايا أن وزير الموارد المائية الجزائري ميهوب مصطفى كامل دار زيارة لإثيوبيا آنذاك وقام بالاطلاع على عملية البناء الخاصة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، وصرح بأن إثيوبيا عندها الحق الكامل في تنمية مواردها الطبيعية، وجدد التزام الجزائر بمشاركة خبرتها في مبادرة تدريب وبناء القدرات وحماية مواردها المائية. هذا التصريح كان صادم للمصريين ودار ضجة كبيرة آنذاك، وهذا الشيء اللي خلى المغرب في نفس الشهر يوجه دعوة لوزير الخارجية المصري سامح شكري اللي غيدير زيارة لبلادنا نهار 9 ماي، والتقى نظيره المغربي ناصر بوريطة، وتم يومها الإعلان على بيان مشترك بين البلدين، وهو البيان اللي غتشوفوا قدامكم. يومها أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وأيضا أكد الوزير المغربي ناصر بوريطة على دعم المغرب الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحتى على التخلي عن السياسة الأحادية اتصالا بالأنهار الدولية، بمعنى أن سنة 2022 أكد المغرب الموقف ديالو ودعم حقوق مصر الكاملة في نهر النيل. والإشاعات اللي كيتم الترويج لها حاليا هي إشاعات باطلة وما عندها حتى علاقة بالواقع والحقيقة، بل على العكس أكثر جهة عندها مصلحة في توتر بين البلدين هي الجزائر والمخابرات الجزائرية. لهذا السبب لا المغاربة ولا المصريين ما خصهم ينساقوا مور الإشاعات اللي كيتم نشرها، فالمغرب مستحيل بتاتا أنها تدعم إثيوبيا. أما زيارة المارشال الإثيوبي برهانو غولا ولقاء بكبار المسؤولين في الجيش المغربي فهو لقاء عادي كيف ما كتكون لقاءات مع عدة دول كيزوروا مسؤوليها العسكريين للمغرب، والبلاغ اللي تم نشره كيأكد هذا الشيء، بل حتى كان بلاغ مكتوب بدبلوماسية كبيرة وتم الإعلان فيه عن بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وما تمش أبدا ذكر كلمة تحالف. لهذا الشيء استغربت كيفاش نط حملة كبيرة كتركز على كلمة تحالف عسكري بالذات، ومع الحساسية حول إثيوبيا عند الشعب المصري فالإشاعة كانت محتاجة غير دفيعة بسيطة وغتكبر، وفعلا هذا الشيء اللي وقع. وبناء على كل هذا الشيء اللي تكلمنا عليه فمستحيل أن المغرب يتحالف مع إثيوبيا ضد مصر والصومال، ومستحيل عليه يتراجع على قراراته، ومستحيل أننا ندعموا الانفصال، وأيضا مستحيل علينا نخرجوا على النهج الدبلوماسي الدائم ديالنا وهو الدبلوماسية والحوار. أما التدخل العسكري في شؤون بلدان عندنا معها علاقة طيبة بحال مصر فعمرنا درناه وعمرنا غنديروه، بالرغم من أن مصر دارت قبل وساندت الجزائر عسكريا ضدنا، لكن كيف قلت لكم هاد الشيء كان قديم وتم طي الخلافات بيناتنا بالكامل. وهناك ختام وخلاصة ضروري ما نحتاطوا من هاد الحملة والإشاعات والتوقيت اللي جات فيه كذلك، ولو غتدخلوا للحسابات اللي داخلين في هاد الحملة فغتلقاو عدد كبير منها حسابات جزائرية، وهذا الشيء بضغطة زر بسيطة في منصة التواصل الاجتماعي ممكن تأكدوا منه. وفي الأخير ماشي في صالح مصر الدخول في حرب إعلامية مع المغرب،
وماشي في صالح المغرب يدخل في حرب إعلامية مع مصر. واللي كيأكد هذا الشيء اللي قلته أن الإعلام الرسمي للبلدين والحكومات في البلدين ما عطاو حتى أهمية لهذا الشيء وبقاو صامتين. واللي كيتم ترويجه في هذه الحملة غادية من نشطاء ومؤثرين وصفحات في الفيسبوك. وغير الإشارة، هاد الصفحات نسبة كبيرة منها وطنية وفقط بدافع الغيرة على البلاد، تحركت من بعد ما شافت تعليقات ومنشورات كتمس البلاد. وهذا الشيء أساسا اللي بغاو يوصلوا ليه الشياطين اللي حركوا هاد الحملة النهار الأول. هنا وصلنا لنهاية هاد الفيديو. لو عندكم أي إضافة أو تعقيب خليو لينا آراءكم وأفكاركم في التعليقات، وما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات. دعمونا قدر الإمكان كيف ديما، وفي الأخير السلام عليكم.